اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اقعد يا سمر. اهلا بيكم. اسبقيني على المعمل. بصراحة أنا وسمر مراتي شفنا البرنامج بتاع حضرتك، قلت كلام حلو قوي، خلى الأمل رجع لنا بصراحة والله. يا مسهل ان شاء الله. أنا بس كان في حاجة قلقان منها بالنسبة يعني للحقن المجهري، عايز أعرف يعني حلال ولا حرام؟ لا انا عايزه اطمنكم من ناحيه الحلال والحرام. احنا هنا في العياده ما بنشتغلش غير باستشاره متخصصه من دار الافتاء. طب اشرحي لنا بقى يا دكتوره عشان يطمن. طيب علشان افهمكم الموضوع بكل بساطه. الحقن المجهري ده عباره عن تلقيح صناعي. ازاي؟ بناخد حيوان منوي من الاب مع بويضه من الام. بيتم تلقيح الحيوان المنوي مع البويضه خارج رحم الام. بعد ما بتتم عمليه التلقيح بنجاح بنرجع البويضه الملقحه لداخل رحم الام مره تانية. بتقعد اسبوع الام تاخد مثبتات حمل مع شويه ادويه. بعد مرور اسبوع بالظبط الام بتعمل اختبار حمل، ولو النتيجه ايجابيه يبقى الحمل حصل ان شاء الله. إن شاء الله. وعايزه اطمنكم انا العياده عندي هنا ما بتعملش غير حاله واحده بس في اليوم، علشان نمنع اي خوف من اختلاط الحيوانات المنويه او البويضات. انا سمعت انه ممكن يبقى توأم. طب يا ريت ده تبقى مصلحة 100. ان شاء الله كل خير. فعلا حدوث التوأمه نسبته عاليه جدا في الحقن المجهري، لكن احنا مش هنقاطع، هناخد الموضوع خطوه بعد خطوه. لا طبعا كل حاجة بإذن الله. ان شاء الله كل خير. عموما أنا جاهز وتحت أمرك في أي طلبات. طيب علشان نبدا، الام بتبتدي تعمل شويه فحوصات وبتاخد شويه ادويه علشان نجهز الجسم لسحب البويضات. جاهزه؟ بسم الله ما شاء الله، كلمة الأم طالعة من بوق زي العسل، صح يا سمر؟ قوي يا مخلص. ان شاء الله تبقوا احلى اب وام، بس يبقى افتكروني وادعوا لي. احنا ندعي لك، ده احنا هنعمل لك مقام والله. ان شاء الله. دلوقتي هكتب لك على الفحوصات اللي هتعمليها والادويه اللي هتاخديها. ربنا يسهل يا سمر. يا رب يا مخلص يا أنا رب. متفائل بالدكتورة منير. ان شاء الله. اهو ادي يا سيدي الكتاب اللي انت عايزه. الكتاب ده عمل واحد دكتور كان عندنا هنا في الجامعه بس سافر اعاره. وانت عايزه عشان ايه؟ هصوره وأعمل بيه شغل. أخبارك أنت يا عم صالح؟ الحمد لله. هنقول ايه؟ بس تصدق انا نفسي مسدوده. ليه بس كفرنا الشر؟ زهقان من كل حاجه، من البيت ومن الشغل ومن الدنيا كلها. ساعتين يا راجل، خير. الزمن لما بيجري بيخلي الحياة كده مختصرة مختزلة، بتبقى عاملة زي الملزمة بتاعت الأسئلة والإجابات، الحاجات اللي أنت بتشتغل فيها دي. للأسف المعرفة بقت تصغر، بقت على قد الطلب والامتحان. في المبنى القديم بتاع المكتبة كان زمان في أنشطة ثقافية، أنشطة فنية. الحياة فيها زخم، فيها مذاق، فيها ريحة حلوة كده. أنا مش عارف دلوقتي الطلبة إيه اهتماماتهم، عاوزين إيه، بيفكروا في إيه، أنا مش عارف. الطلبة الوقت عايزة تنجح بأي طريقة، تنجح وخلاص. فاكر يا مخلص لما كنت تيجي وتاخد كتاب لعباس محمود العقاد أو طه حسين وتقعد تقرا بالساعات وتنسى نفسك؟ فاكر؟ ودي أيام تتنسي، دي كانت أحلى أيام. الواحد كان زي ما يكون عطشان قراية. ده أنا كنت ببقى فرحان وفخور لما أشوفك أنت وزمايلك مالين القاعة دي ومهتمين وبتقروا. قول يا سلام، مصر لسه بخير، لسه في أمل، ما دام في طلبة بيجوا المكتبة دي عشان يقروا كتب مش مقررة عليهم ولا مطلوب منهم إنهم يقروا. ما نعمل إيه بقى؟ النت لخص المتلخص. نت ايه يا عم؟ نت ايه؟ اللي قال لك الكلام ده غلطان. ده انا عندي الولاد فاتحين النت ده عمال على بطال على كلام فاضي. ده زمان في الجامعه كان في انشطه ثقافيه وادبيه، كان بيعملوا ندوات، كان بيعملوا مسرحيات، ندوات شعر، كانوا بيعزموا الادباء والمفكرين والشعراء، حوار يستفيدوا منه وهم الكبار يفيدوا الاجيال الجديده. مش فاهم دلوقتي الطلبه مهتمين بايه ولا عاوزين ايه، انا مش عارف حاجه خالص. مهتمين بأغاني المهرجانات. احنا لسه واقفين في نفس المكان اللي سابونا فيه عمالقة الفكر. ما طلعناش درجة، واقول لك احنا نزلنا درجات. نزلنا لما خلاص هنقع على جدور رقبتنا وهيسبقونا اللي كانوا بعدنا بمراحل. معاك حق.
هو في حاجه غلط، بس للاسف كلنا مشتركين فيها. المكتبه دي هتبقى مكتبه رقميه، والكتب دي هيتعمل لها لينك. اي واحد قاعد في بيته ومبسوط 24 قيراط هياخد الكتاب اللي هو عايزه. انا عرفت انت متضايق ليه؟ ليه؟ عشان ما حدش هيجي لك المكتبه تاني. بس هو ده التطور، يعني العالم كله بيتطور واحنا هنقف محلك سر، لازم نتطور برضه. يا سيدي ده مش تطور، ده تهور. ازاي؟ العلاقة بينك وبين الكتاب علاقة حسية، يحس بيك وتحس بيه، تحس ان الكتاب ده له قلب وروح زينا كده. أنا مش عارف أنا بخرف ولا كبرت في السن ولا الله أعلم، بس أنا نفسي أشوف أي واحد فاتح اللابتوب وبيقرا في موضوع بجد. عمالقة الفكر والأدب في البلد دي كانوا بيقروا على لمبة الجاز وتحت عمود النور. تفتكر في الأجيال الجديدة هيطلع لنا تاني عباس محمود العقاد، طه حسين، نجيب محفوظ، طلعت حرب؟ انا اعتقد الناس دي لو موجوده في الزمن بتاعنا ده ما كانوش اتعلموا من اساس. ولعلمك برضو اهاليهم كلهم كانوا فقراء، يعني مش الناس اغنياء ولا مدينهم حاجات جامعه خاصه ولا حاجه. شفت بقى؟ التعليم هي دي القضية الأساسية. التعليم ثم التعليم ثم التعليم. التعليم في البلد دي لازم يبقى بالمجان وبالقوة الإجبارية. مفيش حد مش هيتعلم، كل الناس لازم تتعلم. انا معاك وموافقك في كل الكلام اللي انت بتقوله. يا ريت المصريين كلهم يتعلموا، يا ريت التعليم يبقى بالامر وباجباري. تخيل انت لو من 90 مليون طلع نص مليون واحد متعلمين كويس، متعلمين مظبوط، اقسم بالله مصر دي تبقى رقم واحد على مستوى العالم. بس للاسف التعليم بقى بيزنس، فلوس، المدارس الخاصه والجامعات المفتوحه. خدت الشهاده بفلوس. معاك يا عم صالح؟ ها؟ معاك؟ لا يا عم ما معيش. ربنا يرزقنا يا عم انا وانت. يا عم الله يفتح عليك. عايز حاجه ما تحرمش مني. نشوفك. خلاص خليها على الله، خلينا على اللينكات بقى. لينكات. الله يرضى عليك. صباح الخير يا معلم سالم. اهلا 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 بست الستات، منور. دي اول مره تجيلي المكتبه. اقعد يا صباح. عيد اطلب لنا 2 ليمون وحتتين فحم كده بس على مهلك. ها عينيا يا معلم. والله يا معلم